جاي اخذ لي ورد منكم واروح، جاي اخذ لي ورد منكم واروح، وردة عندكم بالقسم فرتني فر، واقف وقالت لي لطفا اردفوت، باوعت بعيونها وجسمي خدر. الله، ما دربت من هي، قالوا له ونسيت، هسه يلا تذكرت بنت القمر. الله، قالت تجيب الشعر، قلت لها اكيد، قالت اكتب لي ابو ذيب شطر، قمت قلت لها اهلك وين يا بيت، رغم صار بدليل عليك يا بيت، امك كون مثلك بعد، يا بت اقل شي يكون مثلك 900. قالت انت ايش تحكي، اشوف شعرك ركيك، انا اريد الشعر يترس مسمعي، كون اريده بحجمه وبوزن الثقيل، وكون احسن من قصايد الاصمعي. قلت لها توقفي لا تذهبي يا مقلتي، سنلتقي بعد المساء، اقسمت في هذا وذا وذا هذاك الانزعي، ساجعل اليوم لك سور الغرام المغرم، بكحل عينيك كفى ككحل لون الاروع، وفيه طعم فلذا ففيه ارتوي، وقلت يا روحي كفى تكفكفي كفهجعي، وكف كف فكفى تكفكفي كفى كفي، وشع شعر شعاره كالمدفعي، وصار صيرا كصير الصيري، وقول قولا لا يقل ما قال فيه الأصمعي، وفيك حل الحلل فحلحل الحلحللي، وقالوا قولا لا يقل وأي قولا تسمعي، وصار جدا حرج وضع الطالبات، التبقى يمك هاي سميها مرة، انت شكلك معجزة وفتشي غريب، من جمالك كلها رجعت لي ورا، انت حتى الساذج مخيل عليك، انت حتى الساذج مخيل عليك، الطالبات يلزمن بحبك سرى، الكبر مالك ما اظن بالدنيا، لا الله سواه اعتقد بالاخره، نباوع ظهرك نشوف اصبابه جاي، ندور هيك وهيك نفس المساله، ليل يشتغلن خواتك والنهار، وامك تقلهن شغلك مهزله، وانت بس نوم، وعليك امك تقول انا بس فلانه عد معدله، انا بس فلانه عد معدله. صح لسانك، وانا شاكر لك جزيل الشكر لحضورك ويانا وتعبناك، الله يخليك. انا طبعا بنهايه البرنامج تحيه لكل جمهور القرنه واذاعه القرنه وشعراء القرنه ورابطه القرنه، وكذلك الاخوه الشعراء في منتدى القرنه، واوجه تحيتي وسلامي الى الاستاذ صلاح العراقي، هذا الانسان المبدع الشفاف، الانسان لا انسى وما يفوتني هذا الرائع الجميل الشفاف المبدع المتالق دائما المتواضع نفس الوقت، الاستاذ ضياء المالكي، وكذلك شكر الجزيل مرة أخرى لكل قضاء القرن. حبيب قلب الله يخليك إن شاء الله. نلتقيكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.